طيب اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الترابيزيوس والرومبويدز وإنها بتثبت له الكتف الداخل. وطبعا اتكلمنا على التريس ميجور وأهميتها في اللات بول داون وقد إيه هي بتخش وبتشارك مع اللات. عشان كده لازم نعمل حسابنا للعضلات الصغيرة ديت واحنا بنحمل جامد على العضلات الكبيرة. دلوقتي هنتكلم على الإيريكتور سباين. طبعا زي ما احنا شايفين كده بتعمل باك اكستنشن زي تمرين جود مورنينج وديد ليفتس. نطلع لفوق تاني وننزل على الارمز، هنلاقي الالبو فليكسر زي البايسبس براكياي. هي عبارة عن طبعا راسين، بتعمل البو فليكشن وبتعمل سوبينيشن زي ما اتكلمنا قبل كده وشرحنا قبل كده في فيديو شرح للتمرين بالبار. وليه اختار البار وليس الزجزاج، البار الفلات وليس الزجزاج؟ لان الزجزاج بيشغل البراكياليس اللي هي دي العضلة التانية دي. وطبعا الهامر كيرلز بردك بتشتغل، البراكيو رادياليس بتشتغل بنسبة كبيرة جدا في الهامر وبردك الزجزاج. عشان كده لما اجي اختار تمرين يستهدف الباي جامد لازم اختار اعرف وظيفة العضلة الاول. هنا بقى اهم التمارين للباي بريتشر كيرل وبالذات البار عشان تكون ايدي عاملة وظيفة السوبينيشن اللي بتعملها الباي. دلوقتي بقى لازم برضو اعمل حساب البالانس بين العضلات المقابلة لبعض، الباي والتراي. لازم تكون التراي برضو قوية زي ما اتكلمنا قبل كده عن الكوادس والهامسترز. بتعمل طبعا البو اكستنشن يعني بتفرد الكوع للاخر. عندي اللونج هيد من وجهة نظري علشان استهدف اللونج هيد لازم العب ترايسبس اكستنشن اوفر هيد، يعني لازم يكون كوعي فوق على عكس الراس الخارجية. أنا علشان أكتفها بشكل كويس جدا لازم ألعب شولدر بريس. يعني تخيل علشان تأكتف اللاترال هيد في التراي اللي هي الخارجية لازم تدفع للأعلى بريس